في عز ما الدنيا كلها خربانة والحروب في كل حتة من حوالينا، مصر بقى في حتة تانية خالص ومركزة كويس قوي على أهدافها. مصر بتقول للعالم كله أنا خلاص ركبت قطر النجاح ومفيش حد تاني هيوقفني، ومش هستسلم لأي ضغوط وهرجع تاني لأمجادي. امبارح وفي زيارة تاريخية لملك أسبانيا فيليب السادس وزوجته، في زيارة هنا لمصر لمدة 4 أيام. طب يا ترى إيه أسباب الزيارة دي؟ عايز تعرف؟ هقولك. بس قبل ما أقولك، لو أنت أول مرة تتابعني، أنا إسلام أنور. ما تنساش تتأكد إنك عامل لي فولو وسبسكرايب، يا ريت تعلق برأيك لأن ده بيدعمني. ويلا بينا. شوف يا سيدي، القصة ما بدأتش من النهاردة. القصة بدأت من شهر فبراير اللي فات، لما الرئيس السيسي كان في زيارة لأسبانيا، وملك أسبانيا استقبله استقبال الزعماء التاريخيين هناك. الزيارة ما كانتش مجرد زيارة عادية، لا، دي كانت لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الكاملة والمتكاملة مع أسبانيا. والرئيس السيسي وهو في أسبانيا قعد مع أكبر شركتين عالميتين في أسبانيا. أول شركة هي شركة نيفانتيا العالمية في بناء السفن، وطلب منهم نقل كامل لتكنولوجيا تصنيع السفن في مصر. ومش بس شركة صناعة السفن العملاقة اللي قعد معها السيسي، ده كمان قعد مع سيمون بارسيلو. طب يا ترى مين بقى سيمون بارسيلو ده؟ ده رئيس مجموعة بارسيلو الإسبانية العالمية، واللي بتعد من أهم الشركات العالمية في قطاع السياحة والفنادق في العالم. والسيسي قال له كلمة واحدة ورد غطاها: مصر عايزة توصل لعدد 30 مليون سايح في السنة. وشوف انت بقى عم مارسيلو هتعمل انت ايه؟ الراجل قال له كلامك اوامر يا زعيم، احنا هنزود عدد الغرف الفندقية والبنية التحتية، وهنحط بعض الاماكن السياحية في مصر على الخريطة العالمية. دي شغلتنا ودي حتتنا. والزعيم السيسي قال له وانا يا برنس من ناحيتي بأكد لك التزام الدولة المصرية بتقديم كافة التسهيلات للشركات الإسبانية. خليكم مركزين، الكلام ده كان إمتى؟ في فبراير اللي فات. إيه؟ الزعيم السيسي يجي النهاردة يبعت لملك أسبانيا وحرمه وإنهم لازم يجوا زيارة لمصر، وقال لهم أمانة عليكم لازم تردوا الزيارة، بس أمانة عليك يا عم فيليب وإنت جاي ما تنساش تجيب لي معاك الشركات اللي أنا قعدت معاها علشان نشوف وصل لحد فين. ما أنت تيجي يا ملك على عيني وراسي، إنما الشركات الأسبانية والمجلس المصري الإسباني تعالوا كده اقعدوا معايا وقولوا لي عملتوا ايه في ال6 شهور اللي فاتوا. انا عايز اقول لكم ان السياحه السنه دي زادت بنسبه 22%، وان شاء الله على السنه الجايه توصل ل 30%. خلوا بالكم كل ده بيحصل واحنا في قلب الاحداث المشتعله في الشرق الاوسط. امال بس لو الدنيا كانت رايقه كانت مصر وصلت لفين؟ مصر السيسي على اعتاب العالميه بسبب الاساطيل المصريه. ما هي مصر دلوقتي شغاله كده، الكون كله قاعد بيضرب في بعضه والدنيا متدرمغه حوالينا، ومصر بتجيب جون في حته تانية خالص. شوف يا سيدي، مش انا قلت لك ان الزعيم السيسي كان في اسبانيا شهر فبراير اللي فات وقابل رئيس شركه نيفانتيا العالميه الاسبانيه لصناعه السفن؟ وده كان في شهر فبراير اللي فات. بس القصه ما خلصتش لحد كده، دي مصر كمان قررت غزو المحيطات واعالي البحار بالاساطيل المصريه. وخد بالك من جمله الاساطيل المصريه، علشان ترسانة البحر الأحمر بتعلن ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة عن تدشين أول سفينتين مصريتين بصناعة مصرية للصيد في أعالي البحار في شهر ديسمبر اللي جاي. طب يعني إيه أعالي البحار؟ يعني حضرتك الأساطيل المصرية اللي هتتعمل للصيد هتروح تصطاد أسماك في المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي والمحيط الهادي زيها زي الدول العظمى. أيوة زي ما بقولك كده، يعني إحنا في شهر ديسمبر الجاي هيكون عندنا سفن ضخمة بتصطاد في أعالي البحار. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام الشركة الأيرلندية أتلانتيك داون جروب، واللي طلعت وقالت إن الدولة المصرية تعاقدت معاها لتدشين أول سفينتين مصريتين رزق واحد للصيد في المياه الدولية غرب استراليا، بقدرة السفينة الواحدة 4000 طن سمك. ومش كده وبس، ده كمان ترسانة جنوب البحر الأحمر بتقول إن المخطط إنه يتم إضافة سفينتين للأسطول المصري كل 4 شهور. يعني مصر هتصنع كل 4 شهور سفينتين صيد من اللي بيقعدوا في البحر والمحيط بال6 شهور. طب يا ترى مصر هتعمل ايه بالسمك ده كله؟ هقول لك، اساطيل واطنان سمك واعالي البحار. يبقى انت محتاج ايه؟ يبقى انت اكيد محتاج مصانع لتصنيع السمك زي مصانع التونة والسلمون. وبالكثير ان شاء الله على السنة الجاية التونة المصرية تغزو العالم. مش بقول لكم مصر ركبت قطر النجاح والتحدي؟ ادعم بلدك وتحيا مصر، والسلام عليكم.